تخيل ان كان في كائن من الكائنات على وجه الارض معروفة بالوداعة واللطف، فجأة ومن غير اي مقدمات اتحولوا لقتلة بحروب وخطط كلها استراتيجية. وهنا انا مش بتكلم عن البشر، بتكلم عن القرود وبالتحديد الشمبانزي. تعال احكي لك حكاية حروب الشمبانزي اللي قلبت ابحاث العلماء رأسا على عقب. الحروب في الكوكب في كل حتة طايلة الارض كلها، مش بشر بس، لا حتى الحيوانات بقت عليها علامات استفهام كبيرة. في غابة اسمها نجوجو موجودة في أوغندا بيعيش هناك عدد كبير جدا من الشمبانزي، عددهم أكتر من 200 شمبانزي، وكانوا جروب واحد مع بعض في كل حاجة، عايشين هناك بقالهم سنين طويلة. العلماء بدأوا يلاحظوا سنة 2015 إن بقى في توترات داخل مجموعة الشمبانزي دي، العلاقات ما بقتش زي الأول، النظرات ما بقتش زي الأول، زي ما تقول كده بقى فيه الهدوء الذي يسبق العاصفة. انتي بتتكلمي يا ندى عن الشمبانزي؟ ايوه والله بكلمكم عن الشمبانزي. علاقتهم ببعض بدأ يبقى فيها توترات. ايه السبب في الوقت ده؟ محدش كان عارف. التوتر في العلاقات ده قعد من 2015 ل 2018، وفي 2018 حصل الانقسام، مجموعة راحت الشرق ومجموعة راحت الغرب. طب ايه السبب؟ الباحثين والعلماء بيرجحوا ان زيادة عدد الشمبانزي في المكان ده عملت ضغط على الموارد، على الغذاء وعلى التكاثر وعلى الوجود في الارض، فده عمل التوتر. في باحثين تانيين بيقولوا ان ممكن يكون السبب الزعامة، افراد من المجموعة مش راضية عن الزعيم بتاع المجموعة. وفي رأي تالت بيقول ان التناغم قل ما بينهم، الود يعني قل ما بينهم، وبقى فيه ايه، عداوة وضغائن شايلينهم لبعض. المهم ايا كان ايه السبب، على 2018 بدات رسمي الحرب الاهليه ما بينهم وما بين بعض. وانا بقول لك الحرب الاهليه دي مش مبالغه خالص، اتقسموا المجموعتين زي ما بقول لكم وبدات الحرب ما بينهم، ومش حرب عشوائيه حرب حيوانات بيقطعوا في بعض، لا ده كان في خطط وهجمات منظمه، لدرجه ان في مجموعه فيهم كانوا بيقعدوا يراقبوهم ويراقبوا حركاتهم علشان يستغلوا وجود اي شمبانزي لوحده ويهجموا عليه ويقتلوه. الشيء البشع في الحرب دي المره دي ان هم كمان كانوا بيهاجموا مين؟ الرضع والنساء، لدرجه ان في 17 رضيع ماتوا في الحرب دي، وفي اكتر من 27 شمبانزي ذكر برضو مات، وفي نساء كتير من الشمبانزي ماتت، ده غير العدد المفقود اللي الباحثين والعلماء مش لاقيين جثثهم. المرعب في القصة دي ان الحرب دي كانت ما بين اصدقاء، يعني هم قبل الحرب دي كانوا عايشين زي الاهل والاصدقاء وكان ما بينهم تناغم. ايه اللي حصل فجأة؟ محدش عارف. اللي انا بقوله ده اول مرة يحصل؟ لا مش اول مرة، تاني مرة يحصل. في السبعينات وبالتحديد سنة 1974 في غابة اسمها جامبي في تنزانيا، برضو كان في مجموعة من الشمبانزي عايشين مع بعض، وبرضو كانت علاقتهم ببعض كويسة لحد ما زعيم القبيلة مات. النائب بتاعه اللي مسك بعض الأفراد ما كانوش راضيين عنه، فاتقسمت المجموعة دي لمجموعتين، مجموعة قعدت في غابة جامبي في الشمال ومجموعة تانية استقرت في الجنوب، وبدأوا مع بعض حرب أهلية. دي كانت أول حادثة مرعبة تغير نظرة العلماء والباحثين من ناحية قرود الشمبانزي. برضو كانوا بيعملوا على بعض هجمات منظمة جدا، وكانوا بيقتلوا بعض بوحشية فظيعة، بس كانوا بيقتلوا الذكور مش الإناث. المجموعة الشمالية كسبت الحرب دي بانتصار فظيع، لدرجة ان هم قضوا على ذكور المنطقة الجنوبية كلها، خدوا الإناث والصغار عندهم كعبيد في منطقتهم واستولوا على الأرض بالكامل. القصة خلصت؟ لا، المفاجأة ان كان في مجموعة تالتة بتراقب اللي بيحصل بهدوء ومن غير اي تدخل. خلوا المجموعة الشمالية افتكروا ان هم كسبوا الحرب ببراعة، واول ما جم ياخدوا الارض طلعوا عليهم من كل ناحية، دخلوا معاهم في حرب طاحنة وخدوا الارض باللي فيها. وبسبب الحادثتين اللي انا حكيتهم دول، سنة 74 في تنزانيا وسنة 2018 في اوغندا، الحرب اللي مكملة لحد دلوقتي محدش عارف مين اللي هيكسب فيها. العلماء والباحثين نظرتهم من ناحية الشمبانزي اتغيرت. لا ده في كمان حاجة عندهم اتغيرت، كان في كده نظرية بتقول ان البشر هم سبب الخراب والحروب الأهلية على الأرض. طلع لا، في كائنات حية كتير عندها نفس الغريزة، وطلع الشمبانزي عنده تحالفات وصراعات وسيطرة زيه زي البشر، ويمكن احنا ما طلعناش مختلفين عنهم زي ما كنا فاكرين. لو عايز تعرف أغرب قصص حقيقية زي دي اعمل لايك وسبسكرايب علشان اللي جاي أخطر.